كلنا بنحتار في أكلة الفطار هنعمل ايه. تعالي بقى ما اقولك على أكل كده بسيطة وسهلة وجميلة جدا ما شاء الله. عندي طاسة سخنة بحط فيها زيت وبنزل عندي بأربعة من الطماطم، 4 حبات من الطماطم معايا، اللهم بارك. وبزود عليهم كمان بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات وقرن فلفل أخضر وكمان سبايسي معايا ما شاء الله، مع رشة بقى من الملح والفلفل الأسمر بس ما شاء الله. وهغطي عليهم لمدة 3 دقايق معايا كده، وهتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي بيهم، اللهم بارك. وطعمها مميز جدا يا جماعة، وأحلى أكلة دي بقى انتوا هتاكلوها على الفطار. بعد ما غطيت عليها كمان أسيبها عندي لمدة 3 دقايق. تعالوا بقى نشوفها كده، هنديها تقليبة كده الأول معايا، اللهم بارك. دي أول خطوة هنديها تقليبة على الوش التاني كده معايا، وهقلب عندي البصل كده مع الفلفل معايا ما شاء الله. ادي بالشكل ده، شايفين الخطوات قدام حضراتكم اهي ما شاء الله. وهرجع اغطي عليها تاني كمان علشان انا عايزة الطماطم توصل معايا لدرجة ان انتوا دلوقتي هتشوفوها يا جماعة ما شاء الله. تعالوا بقى، الطماطم اتبلت معايا كويس جدا معايا وطريت بمعنى اصح. دلوقتي بقى هشيل عندي القشرة، هتتشال بكل سهولة معاكي ما شاء الله. شايفين قشرة الطماطم بتطلع بكل سهولة يا جماعة، هي سخنة جدا ما شاء الله. ادي هي على نار هادية على فكرة يا جماعة، انا مهدية النار جدا عليها، اللهم بارك. شايفين هبدأ دلوقتي كل الطماطم كده هطلع منها القشرة، وبعد ما اطلع منها القشرة يا جماعة هعملها عندي بالشوكة، ههرس الطماطم بقى مع الفلفل مع البصل معاكي، وهتبقى معاكي احلى صوص خطير جدا ما شاء الله. شايفين بقى ادي هنا بقى خلصت عندي قشر الطماطم بالشكل ده. بروح بقى مقلبة كده كله مع بعضه، واجيب عندي الشوكة يا جماعة، اهرس بقى عندي الطماطم بقى مع اجمل خضار بالشكل ده، اللهم بارك. هرسه كويس جدا معايا وانعمه معايا ما شاء الله. ادي شايفين حضراتكم بكل سهولة هتعمليها في الفطار كده، وحاجة بجد كده تفتح النفس بصراحة ما شاء الله. ادي اللهم بارك. شايفين هحاول دلوقتي هرسها كويس جدا معايا ما شاء الله، واسيبها طبعا اسيبها تتبل كمان بعد ما اهرسهم كده كلهم مع بعض بالشكل ده. ادي يا جماعة بسهولة جدا ما شاء الله. وبعد بقى ما هرستها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، الخطوة دي مهمة جدا. بجيب عندي 2 من البيضة، بحط عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر ما شاء الله، وهروح بقى نازلة عندي بأجمل بيض معايا ما شاء الله بعد ما دوبته كويس جدا معايا، اللهم بارك. والنار هادية جدا، هغطي عليه البيض مجرد ان البيض يستوي معايا بالشكل ده. هحط عندي بقى خطوة مهمة جدا، هي ممكن تستغني عنها مفيش اي مشكلة خالص. بزود بقى شوية كده من الجبنة الموزاريلا معايا، وهغطي عليها بمجرد ان الجبنة تسيح معايا بالشكل ده كده استوت وبقى معاكي اجمل فطار معاكي، اللهم بارك. بس هنا بقى حبيت ازود التاتش كده شوية من الفلفل الاخضر، وهنقدم دلوقتي احلى سفرة معايا، اللهم بارك. سفرة فطار خطيرة جدا ومغذية وكلها فوائد وصحية جدا يا جماعة ما شاء الله. يعني بجد اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وبتحبوا البيض بالطريقه ازاي ما شاء الله. هنا بقى قدمتها مع البطاطس المقليه او المحمره، وكمان الليمون المخلل، وكمان الجبنه الحادقه القديمه، وكمان عندي البتنجان المحمر معايا بالشكل ده. اتمنى يا رب ان فطارنا النهارده يكون سهل وبسيط، واتمنى حضراتكم تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب. وكل سنه يا رب حضراتكم طيبين وبألف صحه وسعاده وخير وبركه من الرحمن، اللهم امين يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب العالمين. تعالوا بقى قدمناها كمان مع اجمل عيش فلاحي معايا محمص خطير جدا، واجمل بقى فطار هتاكلوه يا جماعه، واجمل واطعم لقمه جميله جدا ما شاء الله. يا رب يديمها نعمه علينا جميعا، اللهم امين. وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.